فما راديو تونسية حكيت على الفيديو متاعي آخر مرة اللي حكيت فيه كيفاش إنه كي تبدا عندك دبلوم متاع انجينيور ما يعنيش إنك تنجم تستعمل التيتر اللي هو لقب انجينيور، وإلا تنجم إنك تخدم اوتوماتيكمون كانجينيور. وحكيت المثال متاع ألمانيا. به المرة هذه باش نجاوب على أسئلة اللي هي تعاودت لي برشا، واللي هي التأثير إنه يكون عندك لقب متاع انجينيور على السالير متاعك. أولاً باش نفسر لكم علاش فما تأثير غير مباشر على السالير. مثلاً الشركات الكبيرة لهنا في ألمانيا تبدا مصحة كونفونسيون مع النقابات. الكونفونسيون هذه معناها تتسمى تاريف فيرتراك. اش معناها؟ معناها التاريف فيرتراك تعطيك الحد الأدنى انك تخلص بيه الخدام هذاك اللي يخدم عندك، تخليك انت ما تخلصوش اقل. نورمالمون الشركات الكبيره هي اللي تصح معناها الكونفونسيون هذيا. بالنسبه للعباد اللي تخدم في شركات موين والا صغيره والا دي ستارت اب، راهم الاكثريه ما يبداوش مصحين لي كونفونسيون هذوما، هذاك علاش يبدا السالير نتاعهم ينجم يكون اقل. فما حاجة أخرى اللي أنت حتى كان تخدم في شركة كبيرة وهي مصحة الكونفونسيون وأنت ما تبداش عندك معناها ما خديتش اللقب متاع انجينيور، معناها ما قدمتش عليه وما خديتش الحق انك تاخذ انك تكتب انجينيور قبل اسمك، والا انك تكزرسي الميتي، معناها كيفاش نقولوا تكزرسي الميتي انك تشتغل كمهندس. دونك وقتها راهو الشركات ينجموا يستغلوا الوضع ويخدموك 20% أقل سالير، معناها نحكي معناها يخلصوك 20% أقل من شخص آخر عنده التيتر متاعو. هذاك علاش مهم انك اول معناها كي تبدا عندك دبلوم تونسي، دبلوم دانجينيور تونسي، انك اول ما تجي تعمل مطلب في انك تاخو اللقب متاع مهندس. به هذه من ناحية. من ناحية أخرى كيفاش تتبدل السالير متاع الانجينيور؟ السالير متاع الانجينيور تتبدل من ولاية لولاية. مثلا كتبتهم لكم انا لهنا. مثلا ميونخ وشتوتغارت هما اكثر الولايات اللي هما فيهم لي سالير عاليين. مثلا لايبتسيش فيها السالير نتاعهم تبدا اقل. مثلا اذا كان في منشن نجم تخلص 80,000 في العام والا 90,000 في العام، في لايبتسيش نجم تخلص 50,000، ماكسيموم 55,000. هذا علاش هما الكلهم يبداو مصحين راهو تاريفات راق، اما هما المونطون هذاك مربوط بالقدرة المعيشية ولا كيفاش نسميوها ولا غلاء المعيشة في البقعة هذيك. منشن تبدا معروفة اللي هي غالية، شتوتغارت معروفة اللي هي غالية كسوا في الكري في الماكلة في كل شيء. هذاك علاش التاريف في التراك يبدا أعلى من مثلا لايبتسيش. الحاجة الأخرى مثلا كي تبدا انت انجينيور وتحب تزيد في السالير متاعك، هو أصعب إنك تزيد فرد شركة، معناها بكل صراحة. هذايا من بعد ندرى قداش من عام خدمة نقولك اللي أصعب إنك تزيد في السالير كي تقعد فرد شركة. أما أسهل كي معناها باش تزيد ساليرك أسهل إنك تبدل شركة واحدة أخرى. والحاجة اللي أنا اكتشفتها اللي هو كي تبدل البرانش جملة واحدة تتبدل السالير بصفة معناها remarquable. شو معناها تبدل البرانش؟ مثلا انت انجينيور الكترونيك ولا اللي هو كنت تخدم في برانش مثلا لوتوموبيل، كنت تخدم في الكراهب والجو هذاك الكل. بعد قلت علاش مثلا ما نبدلش الفارماسيوتيك والا العكس، هو نورمالمون العكس، نورمالمون لوتوموبيل يخلصوا اكثر. دونك كي تبدل معناها كي تبدل البرانش تتبدل السالير نتاعك، يا اما تنقص يا اما تزيد. دونك انت لازمك قبل ما تبدل من برانش لبرانش تشوف قداش لي مونطون تاع السالير اللي خلصوهم. فما حاجه اخرى، اذا كان انت انجينيور وعندك برشا اكسبيريونس، نجم من الاول مع الشركه تقولهم انا ما نخدمش بالتاريف في تراك وانا سومي هكا. اش معناها؟ معناها هذايا انت تقعد مع الريسورس هيومان على الطاوله، تضرب على الطاوله. بيان سور لازمك تبدا عندك ثقه في روحك، بيان سور لازم تبدا عندك واثق من روحك، تعرف انت شنو تنجم تجيب للشركه، شنو تنجم تعاونها.
وهذايا ما تنجم تضرب على الطاولة كي تبدا بالحق وصلت لمرحلة متاع experience معينة، وقتها تقول لهم لا أنا ما نخدمش بالسوم هاذيكا، أنا سومي هكا وهكا، ووقتها هما يخلصوك اور تعريف يتسمى، وينجموا يخلصوك دي مونطون اللي تحب عليهم أنتِ. الأكثرية لي ماناجير معناها لي زانجينيور يوصلوا لي بوزيسيون نتاع لي ماناجير هما اللي يخلصوا اور تعريف وينجموا معناها يقرروا هما والمشغل نتاعهم على المونطون اللي باش ياخذوه. دونك ان شاء الله نكون جاوبت على الاسئله نتاعكم الكل. وميرسي بوكو على لي كومونتير وميرسي بوكو على التشجيع نتاعكم، وكان عندكم اسئله اخرين مرحبا بكم، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو واحد اخرى. باي باي.